المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم في هذه نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية. المستهل بأبرز العناوين: إجراء عمليات جراحية للعيون ل 260 مواطنا في مديرية بغداد. فروع الصحة في شمال البحر الأحمر ينظم دورة حول تطعيم التهاب الكبد الوبائي في كنداع. مكتب التعليم في مديرية الشمال الشرقي بالإقليم الأوسط يكرم 120 معلما نموذجيا. مصرع وزيرين بارزين في تحطم مروحية بغانا. إصابة 5 جنود أمريكيين في إطلاق النار بقاعدة في ولاية جورجيا. الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض. السلام عليكم ورحمة الله. تم إجراء عمليات جراحية للعيون ل 260 مواطنا، من بينهم 11 طفلا ظلوا يعانون من مشكلة بياض العين في مديرية قردات. وأوضح المشرف على البرنامج وخبير جراحة العيون بمستشفى نور العين الدكتور أيوب بياني إن العمليات جاءت ضمن الجهود التي تبذل على مستوى البلاد للقضاء على مشاكل العيون، مؤكدا أهمية المسح الصحي المسبق لصحة عيون المواطنين في نجاح الجهود وتركيزها، وحث المواطنين على تجنب محاولات العلاجات التقليدية والتوجه للمؤسسات الصحية، حيث إن العين هو عضو حساس في جسد الإنسان، مؤكدا جاهزية أطقم صحة العيون بجميع مستوياتها لعلاج مشاكل وأمراض العيون، اعتمادا على الكفاءات الداخلية كليا، حيث أنه كان يتم الاستعانة بخبراء أجانب في وقت سابق لمعالجة مشاكل العيون المستعصية. وأشاد المستفيدون من العمليات الجراحية بخدمات الرعاية والعلاج التي تلقوها، خاصة أنه تم توفيرها بالقرب من أماكن إقامتهم. نظم فرع الصحة في شمال البحر الأحمر دورة حول تطعيم التهاب الكبد الوبائي في قنداع يومي 4 و5 من أغسطس الجاري للكوادر الطبية المختارة من مديريات قلعلو وفورو وشعيب وقنداع. وأوضح مسؤول البرنامج الوطني للتطعيم في وزارة الصحة السيد تدروس يحدقه إن جهود التطعيم المتكاملة التي تقدم للأطفال ما دون سن الخامسة تشير إلى نتائج مبشرة، شارحا سبل تطعيم التهاب الكبد الوبائي المنشود إلى جانب المعدات واللوازم التي تم تجهيزها لتستثمر في الحملة التطعيمية واسعة النطاق. وناشد مسؤول صحة الإنجاب والعائلة في فرع الصحة بالإقليم السيد موسى نور حسين بدوره الحوامل لاتباع الإرشادات الوقائية من العدوى وتلقي الأدوية اللازمة في حال الإصابة بالوباء ومراعاة صحتهن العامة، إلى جانب تذكير الآباء للاهتمام بصحة ونظافة أبنائهم وبيئتهم للوقاية من الإصابة بوباء التهاب الكبد. وركز مقدمو التدريب على طرق انتقال العدوى والوباء من الأم للجنين، مذكرين المتدربين بأهمية ودور عملهم بتفان بدون أي تجاهل صحي لإنجاح جميع الحملات والإجراءات الطبية الوقائية التي تتم بإشراف ومتابعة وزارة الصحة. واقترح المشاركون في الدورة توفير جميع المتطلبات والموارد قبل بدء الحملة لضمان تحقيق أهداف العملية الصحية الشاملة والبارزة، بالإضافة إلى تنظيم وإعداد مواد توعية على وسائل الإعلام لتثقيف وتنبيه المجتمع بشكل أوسع. كرم مكتب التعليم في الشمال الشرقي بالإقليم الأوسط 120 معلما نموذجيا، من بينهم 61 معلمة يوم 5 من أغسطس الجاري. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ دغول عقبة سلاسي في المراسم التي أقيمت إن المعلمين الذين يتم تكريمهم هم نموذجيين في عملهم التعليمي ودورهم الإداري. وقدمت مبالغ مالية وميداليات ل19 معلمة من معلمي رياض الأطفال، و32 معلما من المرحلة الابتدائية، و37 معلما من المرحلة المتوسطة، و21 معلما للمرحلة الثانوية، كما كرم 11 إداريا من مدارس مختلفة. وذكر مسؤول قسم الإدارة والمالية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد السلاسي بدوره إن تكريم المعلمين مهم في عملية تحسين الأداء التعليمي في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تشجيع المكرمين وتحفيز زملائهم المعلمين. وجدد المعلمون القدامى وآخرون الجدد الذين تم تكريمهم عهدهم بالعمل بتفان من أجل تنمية المواطنين صالحين وأكفاء تفتخر بهم البلاد.
وتضم مديرية الشمال الشرقي 32 مؤسسة تعليمية من بينها 15 روضة أطفال. ويذكر أن المكتب يكرم المعلمين بهذا الشكل للمرة الثالثة. تعهد المواطنون المقيمون في الرياض ومحيطها بالمملكة العربية السعودية والقاهرة بمصر بتقوية التنظيم وتعزيز المساهمة لإنجاح برامج التنمية الوطنية. وقدمت القائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة وينيغرز كهير والمستشار بالسفارة السيد ولد سلاسة قبر مدهن شرحا شاملا حول الوضع الراهن في البلاد من حيث التطورات الإقليمية والعالمية ومهام المرحلة. وأوضح بأن المرحلة الحالية هي نتيجة وحدة الصف والتصدي القوي، وأن المشاركة والمساهمة الفعالة للمواطنين أمر بالغ الأهمية لإحباط المؤامرات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مستقبلا. من جانبهم أبدى المشاركون استعدادهم لتلبية كافة مطالب الوطن كعهدهم دائما. في غضون ذلك عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في مصر السيد أمان عبد الواسع ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد محمد نور إدريس سمينارا مماثلا للإريتريين المقيمين في القاهرة. وناقش المشاركون القضايا المطروحة مؤكدين على العمل على تعزيز التنظيم والمساهمة في برامج التنمية الوطنية. تبرع موظفو قسم الثقافة والرياضة بالإقليم الأوسط من 4 حتى 6 من أغسطس ب 155 وحدة دم لإثراء احتياطي بنك الدم الوطني. وذكر الرياضيون المشاركون في البرنامج وهم من اتحادات سباق الدراجات وألعاب القوى وكرة القدم إن التبرع بالدم يعني المساهمة في إنقاذ حياة بالدم الذي يمكن تعويضه، بالإضافة إلى أنها مسؤولية وطنية. وناشد ممثل خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الممرضة عقبة ميكائيل يوهنس بدوره المتبرعين بالمبادرة للتبرع، حيث يتناقص معدل احتياطي بنك الدم الوطني، مؤكدا سير العمل بفعالية ملحوظة بفضل إدخال وزارة الصحة للأجهزة المتطورة ووعي المجتمع المتزايد. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. لقي وزيران بارزان مع 6 أشخاص آخرين مصرعهم في حادث تحطم مروحية مأساوي بدولة غانا. وقالت مصادر صحفية غانية إن من بين القتلى وزير الدفاع إدوارد أوماني بواما ووزير البيئة إبراهيم مرتضى محمد. وقد أكد رئيس ديوان الرئاسة جوليوس ديبراه النبأ معربا عن تعازي الحكومة لأسر الضحايا. وقال موقع إخباري أن الطائرة العسكرية وهي مروحية اختفت من على شاشات الرادار بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة أكرا. في أعقاب هذا الحدث أمرت الحكومة الغانية بتنكيس الأعلام حدادا على أرواح الضحايا، كما علق الرئيس مهام جميع أنشطته الرسمية. أصيب 5 جنود جراء إطلاق نار داخل قاعدة فورت ستيوارت العسكرية بولاية جورجيا الأمريكية، وفقا لما أعلنته قيادة القاعدة التي تضم نحو 20,000 جندي. وقالت قيادة القاعدة إنه تم اعتقال مطلق النار وإسعاف الجنود المصابين ونقلهم إلى المستشفى، لكنها لم تبين على الفور ملابسات الحادثة، وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية. ونقلت شبكة CNN ووكالة رويترز عن مصادر أمنية وحكومية أن مطلق النار جندي أيضا، دون أن تقدم تفاصيل إضافية. وكانت القاعدة أعلنت في وقت سابق وقف حركة الدخول والخروج إثر حادث إطلاق النار بإحدى منشآتها. قال علماء إن الشهر الماضي كان ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض منذ بدء التسجيل على مستوى العالم، إذ بلغت الحرارة في تركيا مستوى قياسيا عند 50.5 درجة مئوية. واستمر الشهر الماضي في الاتجاه نحو الظروف المناخية المتطرفة التي يعزوها العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن أنشطة الإنسان، على الرغم من وجود توقف للكوكب في بلوغ درجات حرارة قياسية. وفقا لهيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمية 16.68 درجة مئوية في يوليو، وهو ما يزيد بمقدار 0.45 درجة مئوية على متوسط درجات الحرارة للشهر في الفترة بين عامي 1991-2020.
والسبب الرئيسي لتغير المناخ هو انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من حرق الوقود الأحفوري. اجتاح حريق هائل مساحات واسعة من جنوب فرنسا وأودى بحياة شخص واحد على الأقل، في ما وصفته السلطات بأنه أكبر حريق غابات تشهده البلاد هذا الصيف. وأسفر حريق هائل اندلع في مقاطعة أود بجنوب فرنسا قرب الحدود مع إسبانيا عن مقتل شخص واحد على الأقل داخل منزله، وإصابة عدة أشخاص آخرين من بينهم 7 من رجال الإطفاء، في وقت لا يزال فيه شخص واحد في عداد المفقودين بحسب ما أعلنت السلطات الفرنسية. الحريق الذي بدأ في قرية ريباوت الريفية، وهي منطقة تغطيها الغابات وتضم مصانع نبيذ، تمدد بسرعة كبيرة ليأتي على أكثر من 130 كيلومترا مربعا من الأراضي، أي ما يفوق مساحة العاصمة باريس، ما يجعله أكبر حريق غابات تشهده فرنسا حتى الآن خلال صيف هذا العام وفق وزارة الداخلية. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إجراء عمليات جراحية للعيون ل 260 مواطنا في مديرية أغرداد. فرع الصحة في شمال البحر الأحمر ينظم دورة حول تطعيم التهاب الكبد الوبائي في جنداع. مكتب التعليم في مديرية الشمال الشرقي بالإقليم الأوسط يكرم 120 معلما نموذجيا. مصرع وزيرين بارزين في تحطم مروحية في غانا. إصابة 5 جنود أمريكيين في إطلاق نار بقاعدة في ولاية جورجيا. الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.